السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني. يلا بينا كده نعمل مكرونه الانسجام اللي مكسره الدنيا في السيده زينب. طعمها بجد تستاهل التجربه، حاجه حلوه جدا مش هتاخد معانا وقت واقتصاديه جدا جدا. يلا نسمي بسم الله ونشوف عملنا ايه. اول حاجه انا حطيت الميه بتاعتي المناسبه على قد الكميه بتاعت المكرونه بتاعتي. انا حطيت كيلو من المكرونه. طبعا اي نوع مكرونه انتوا حابينها واي مكرونه انت بتفضليها. انا هنا كانت متواجده عندي المكرونه الاقلام وحبيت ان انا اعملها، يعني طعمها حلو كده واطفالي بيحبوها. بدات هنا احطها كده تستوي. وطبعا اي مكرونه انا بعملها ما بغطيهاش، ما بحطش زيت يا جماعه، هو شويه ملح وحلوه قوي كده. جبت بقى طاسه او صينيه وبدات كده انزل بمعلقه من السمنه، طبعا مشغله النار بتاعتي، وابدا بقى انزل بالمعلقه السمنه او الزبده او حتى الزيت، مفيش اي مشكله، يعني اي ماده دهنيه احنا بنفضلها. وطبعا زي ما قلت لكم اوعوا تغطوا المكرونه، وكل شويه كده نقلب في المكرونه، وعشان المكرونه تطلع معاكي حلو ما تسوقهاش قوي. هنا بقى انا معايا بصله متوسطه مقطعاها قطع صغيره. كميه البصل طبعا دي بتاعتك انت، يعني تزوديه تقلليه تعملي زي ما انا عملت كده براحتك، بس بجد طعمه جميل. فالاحسن يعني ان انتوا تعملوا بصلايه كبيره هتبقى افضل، او بصلتين، يعني تحطوا كمان بصلايه صغيره فوق دي كده، هيبقى الكميه حلوه قوي. ده لعشاق البصل بجد بيبقى طعمه حلو حلو جدا، وهو مع المكرونه كده. بس انا عشان عندي في يعني شويه ما بيحبوش البصل وفي شويه بيحبوه، فانا ما عملتش كتير، بس انا من عشاق البصل جدا. فطعمه بجد كمان في الوصفه دي مع الاضافه اللي احنا هنحطها مكون واحد بس هنحطه عليه هيدي طعم حلو قوي، هياخد البصل ده في حته تانية خالص. زي ما انتوا شايفين كده البصل بتاعي بدأ ياخد اللون بتاعه، وما شلتش ايدي عشان يبقى اللون موحد كده وكله زي بعض. هنا المكرونه اوعي تنسوا ان انتوا تقلبوها، وزي ما قلت لكم عشان تطلع معاكم حلوه المكرونه سواء دي او اي نوع تاني بلاش ان انتوا تسووها قوي. هنا بقى انا حطيت ايه؟ ده مش ملح، ده سكر. حطيت كده معلقه من السكر، معلقه صغيره من بتاعه التوابل، يعني لو هنحط بمعلقه الشاي اقل من نصها كده. وبدات بقى ان انا اقلب فيه، وهقفل امتى بقى النار؟ لحد ما السكر بتاعي يدوب تماما، والبصل بتاعي كده منزل السكريات فيه. زي ما احنا عارفين البصل فيه سكريات، مع كمان اضافة السكر اللي انا حطيتها هيكرمل لي البصل، هيبقى طعمه بجد في حتة تانية خالص. طعمه حلو جدا، يعني ممكن اعمله كده، انا ساعات بعمله كده وبحطه لما بيكون عاملة بصارة عاملة حاجة، بيفرق خالص مع الطعم يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص خلصت، وطيت النار خالص خالص معايا، وبدات بقى ان انا اصفي البصل بتاعي واشيله في طبق. وهقول لكم ليه دلوقتي، بس اهم حاجه نصفيه كويس من الماده الدهنيه بتاعته زي ما انتوا شايفين كده. حبايبي واخواتي واغلى اخوات في الدنيا، لو وصلتوا لحد هنا اوعوا تبخلوا عليا وتنسوني في الاشتراك في القناه يا احلى اخوات واحلى اصحاب في الدنيا، واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا، والقناه تكبر بيكوا اكتر واكتر يا احلى اخوات في الدنيا، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد اقتصادي بطريقتنا وبتاعتنا. وكل حاجه بنعملها زي ما احنا متفقين، ما بنتحرمش من اي حاجه خالص ولا بنحرم اطفالنا من اي حاجه، بس بنعمل كل حاجه اقتصاديه وعلى قد ايدينا. هنا بقى الماده الدهنيه اللي انا كنت عامله فيها اللي باقيه من البصل بقى والسكر والجمال ده كله، دي بقى اللي هي الدسامه بتاعه البصل والسكر والحاجات دي كلها فيها. بدات ان انا انزل بمعلقه من الثوم المهروس. اول ما ريحه الثوم تاخد معايا، اول ما تطلع كده ريحه الثوم على طول ببدا ان انا احط ايه؟ بحط طماطم. عندي طماطم وعندي معجون صلصه، حطوا بقى طماطم، حطوا معجون صلصه زي ما تحبوا. حطوا، ممكن تحطوا معجون الصلصه اللي هي الصلصه العاديه اللي احنا بنشتريها دي، ممكن تحطوا معلقتين وتقلبوها في الثوم، وبعد كده تحطوا يعني طماطمتين او 3 كده نضربهم في الخلاط ونحطهم. لو عندكم صلصه جاهزه زي ما احنا بنعملها مع بعض على طول يبقى مفيش اي مشكله هنحطها. وقلبتهم مع بعض، اول ما بدات ان هي تغلي معايا من الجناب يبقى كده هي مظبوط. حطيت ايه بقى؟ فلفل اسمر، حطيت 7 بهارات. لو حابين ان انتوا تضيفوا اي اضافات تانية توابل دي بتاعتكم انتوا، بس انا مش بفضل ان انا احط توابل كتير في الاكل، اللي متابعيني واخواتي عارفين كده كويس. ما بحبش ازود الاكل كتير في التوابل كتير في الاكل. احط ممكن مكعب او مكعبين من مرقه الدجاج، بس اراعي لما احطها اخلي بالي من الملح اللي انا حطاه. هنا بقى بصوا شفتوا البصل ماسك في نفسه ازاي؟ ماسك في نفسه كده، اوعوا تخافوا او تقولوا باظ، لا السكر مخليه ماسك في نفسه. نزلت يعني بنص كميه البصل على الصلصه،
بعد ما خلصت الصلصه اللي هي توم ومعلقه من معجون الصلصه، حطيت الطماطم بتاعتي. اول ما غليت معايا، لان الطماطم بتاعتي انا معيناها متسبكه، اول ما غليت معايا من الجناب نزلت على طول بنص كميه البصل. وبعد ما كنت سلقت بقى المكرونه وصفيتها كويس جدا من الميه بتاعتها، بدات بقى ان انا احطها في الطبق واحط عليها الصلصه الجميله التحفه اللي انا عاملاها دي، وانزل بقى بالبصل كده على الوش. يا سلام يا سيدي يا سيدي. دي بقى المكرونه اللي مكسره الدنيا، وبيقولوا سعرها غالي جدا، بس بجد تستاهل التجربه. طعمها تحفه تحفه، وما بتتاكل وهي سخنه حاجه تانية خالص. يعني انصحكم لو هتعملوها كلوا